السكر نزل كتير. كويس ان انتوا لحقتوه. ايوه يا دكتور، بس ده من ايه يعني؟ هو في الاغلب هيكون اخد الدواء بتاعه وبعدين بذل مجهود كبير قوي، فحرق اكتر من المفروض يحرقه، فجاله هبوط. طب نعمل ايه يعني؟ نقلل الدواء؟ لا 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 خالص، لكن من الافضل هنستخدم CGM، بس ده مكلف شويه. مش مهم يا دكتور، غالي ولا مكلف. المهم ايه السي جي مش عارف ايه اللي حضرتك قلته ده ايه ده؟ ده جهاز صغير كده بنستخدمه مع الاطفال المصابين بالسكر. ده بيقيس السكر في الدم كل شويه عشان دايما نبقى مطمنين ان هو في المستوى الامن. يعني ايه؟ هيمشي الجهاز كده؟ ما بلاش عشان نفسيته وسط العيال. طب هنعمل ايه يعني؟ ده جهاز صغير جدا وبيتركب في الدراع، وبعدين حضراتكم ممكن تتابعوا قراءات الجهاز من على موبايلاتكم علشان تطمنوا، وبعدين صدقوني ده هيكون افضل ليه. طب بس حضرتك قول له بقى، قول له ان الموضوع ده مهم. ها يا يوسف؟ ايه يا بطل؟ ما ترجعيه ورا يا شروق، يوسف بقى كويس على فكره. يا لهوي اتخضيت عليه قوي يا شريف. انت عارف انت لو خضيت مامي تاني عليك كده هعمل فيك ايه؟ هعمل فيك ايه؟ طب يا ماما هو ممكن بس ابص على الموبايل ثانية واحدة بس؟ ايه ده؟ يخرب بيت الموبايل وسنينه. لا طبعا يا يوسف، مش ممكن. ريح عينيك. احنا اصلا ما عملش فينا كده غير تنقيع عينيك في الموبايل طول الوقت، تحديدا يعني بعد البتاعه اللي جات لك دي. على فكره تقى كلمتنا واحنا في المستشفى، كانت بتطمنا على البنات يعني. ايه بالنسبه للرد؟ ايه مفيش رد؟ اوكي. انت عارف يا يوسف ان ماما عايزه ترجع البتاعه الجديده اللي جابتها لك دي؟ ايه؟ ليه؟ طب يا ماما عشان خاطري ما ترجعهاش، ولا هعمل لك كل اللي انت عايزاه عشان خاطري يا ماما. عاجبك كده؟ اه عاجبني. مش انت ما بترديش عليا وانا بكلمك؟ اوكي عاجبني. ماشي يا شريف، ماشي، خلاص، اللي حصل حصل. بس انا بقول لك لو سمحت، وانا بقول لك لو سمحت اهو، لو سمحت انا مش عايزه اشوفها تاني. يا ستي هي مسافره الاسبوع اللي جاي اساسا. احسن. احسن ايه؟ يا سلام. يعني خلاص؟ مش زعلانه؟ هفكر. مش زعلانه؟ خلاص بقى. يعني مش هترجعي الريزر كيشي خلاص؟ مش رجال خلاص. هو ده كل اللي همه.